مواطن عراقي تم حبسه في السعودية بسبب محاولة دخوله الأراضي السعودية بجواز مزور. شاهد الذي حصل معه في سجون المملكة. الله شاهد، هذا كتاب الله. شوفوا هذا كتاب الله، هذا كتاب الله. شوف هذا كتاب الله، اقسم بكتاب الله. سنتين انا في السجن في السعودية، لا احد سب امي ولا ابوي ولا احد مد ايده علي بهذا السجن الانفرادي اللي هو يعتبر سجن مشدد، من اكبر انواع السجون المشددة في السعودية. عرفت؟ راتب، عطورات، تلفزيون، اذان، واول ما تدخل يعطونك هذا القرآن. اول يوم تدخل يعطونك المصحف، لان الوحيد هذا اللي صبرك بزنزانه 4 حيط صنعته كلها توماتيك، تدوس الماء توماتيك، تدوس المعرف توماتيك، ويجيك الفطور والغداء والشاي اللي عند الباب، يدق عليك الباب تفتح الباب ونزل لك الفطور ونزل لك الغداء، لحوم، اسماك، دجاج، فواكه، حليب، لبن، مسوكشي، غسيل هدوم، يكون هدومك، وتدق الجرس على الحرس، تقول له اريد الدكتور، يسجل لك الدكتور زين، ويقول لك اليوم راح تروح بالدكتور حسب الحجز. اللهم احفظ المملكة واحفظ شعبها واحفظ ولي عهدها وملكها، ونسألك يا رب العالمين أن تكتب لنا زيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا فضلها وفضل الإقامة فيها يا رب العالمين.